بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. النهارده يا حبايبي هنعمل غدا مع بعض. هنعمل السمك لكل عشاق السمك. هنعمله بطريقه يا رب تعجبكم. كده معانا السمك، طبعا غسلناه ونضفناه كويس وغسلناه بالدقيق. السمك يا حبايبي ما بيتغسلش لا بخل ولا بحاجه، هو الدقيق ونكات عصره ليمونه عشان السمك لحمه طري. لو غسلناه بملح ولا بخل هيتهري مننا. كده السمك انا غسلاه زي ما انتم شايفينه، ومدياله فتحه من الجنب عشان التمليحه تتغلغل في كل السمك وتطلع معاكي مقرمشه وناشفه وجميل. زي ما انتم شايفين يا حبايبي التنظيف بتاعه جميل وغسلاه. دي التمليحه بتاعتي، دي توم على شطه على كمون على عصير ليمون. زي ما انتم شايفين بعصر عليها الليمون. انتوا طبعا عارفين ان السمك حبيب التوم والكمون. دي الدقه بتاعتي، ببدا اتبل السمكه من بره ومن جوه. كده ببدا اتبلها من جميع الجوانب. ممكن تعملي التتبيله دي وتركني في التلاجة لحد ما تيجي تحمريه. كده بتبل معاكم واحده تانية عشان اللي ما شافش الاولانيه. كده بعد ما خلصت تتبيل السمك هبدا اعوصه في الدقيق عشان احمره بقى. بحاول اعوص كل السمكايه وبتاكد ان هي كلها اتعصت دقيق. كده بتاكد ان السمكه من جميع الجوانب. ده الطبق معايا ده فيه ميه. ببدا اعوص السمكه عشان كل الدقيق الزياده او التوم او الشطه اللي فاضله ما تقعش مني من الزيت وتوسخ مني الزيت وتنحرق فيه وتدينا اللون الغامق اللي احنا ما بنحبوش كلنا. كده بعمل واحده تانية معاكم. وما تخافوش من بله الميه دي، ما بتعملش حاجه في الزيت. زي ما انتم شايفين بحاول انطر الميه اللي فيها وحطها قدامكم اهو. زي ما انتم شايفين ومفيش اي حاجه. شايفين الزيت لونه ما غيرش لا من الدقيق وما وقعش فيه حاجات من التمليحه اللي زي التوم زي الحاجات دي. كده السمك اتملح اتحمر معايا من الجنب الاولاني. كده بقلبه على الجنب التاني. وطالع معايا مقرمش ولونه ذهبي زي ما انتم شايفين. كده هبدا اعمل معاكم الرز بتاع السمك، الرز الاحمر بتاع السمك. كده بحمر البصلايه. انا حاطه زيت على سمن. هفضل اقلب في البصلايه لحد ما تديني اللون البني. انا بدي رشه ملح عشان طبعا ايه البصلايه تتحمر معايا بسرعه وتخر الميه بتاعتها. كده هفضل اقلب فيها على طول لحد ما تديني اللون البني اللي انا عايزاه. هي بتديني يا حبايبي لون بني غامق، بس تخلي بالك منه عشان ما لا تاخد منك اللون البني الغامق تديكوا لون مراره. فانت خلي بالك من اللون، عشان انت لو غمقت اكتر من كده هيديكي طعم مر وهيمرر معاكوا الرز. دي انا زودت حته سمن. طبعا انتوا عارفين ان السمك بيحب الرز اللي هو ببصل ده البني. كده خدت اللون البني معانا. اللون ده يا حبايبي مش محروق، هي واخده اللون البني بس. كده هبدا احط كوبايه ميه عليها.
كده هبدا ازود الميه بتاعتي حسب معيار الرز بتاعي. انتوا عارفين ان الرز المصري الكوبايه بتاخد كوبايه. كده انا حطيت كوبايتين الميه بتوع كوبايتين الرز، وهبدا احط البهارات بتاعت الرز معاكم. طبعا انا بحط ملح، وتعملي حسابك اللي انت حاطه ملح مع البصلايه في الاول عشان ما يطلعش منك حادق. دي معلقه كمون، وهسيبه بقى يغلي على النار على ما اكون غسلت الرز. طبعا يا حبايبي انتوا شايفينها غلت معايا. في الوقت ده ممكن لو انت ما بتحبيش قطع البصل دي ممكن تصفيه، او لو زي كده ما بتفرقش هتحط عليه الرز على طول. هي كده كده قطع البصل ما بتعملش حاجه، بس اللي ما بيحبهاش يصفيه وياخد الميه بس باللون البني بتاعها. كده الرز شايفينه معايا بعد ما استوى، طالع معايا مفلفل لونه جميل ازاي. ومستوي وجميل ومفيش حبايه لازقه في بعضها، وشايفين اللمعه اللي فيه. كده بقى هنبدا نعمل السلطه البلدي بتاعتنا باسهل طريقه. بس هوريكم تكه دلوقتي هعملها في البصله هتديها طعم احلى. كده انا بدات اخرط البصله قطع صغيره خالص على قد ما تقدر، زي ما انتم شايفين قدامكم يا حبايب، او ممكن تبشريها، بس هو يفضل تبقى قطع صغيره كده احسن. هبدا اتبلها معاكم. كده حطيت فلفل، ربع معلقه فلفل اسود، وربع معلقه كمون، ودي يا حبايبي انا بحب اتبله بالدقه اللي هي بتبقى توم على شط. كده هبدا احط معلقتين صغيرين خل، وممكن تديله ربع معلقه كمان كزبره مطحون. كده هبدا اتبل البصله. كده اتاكدت ان البصله كلها اتمرطت بهارات البصله بكل البهارات اللي هي معاها زي ما انتم شايفين. هبدا اغطيها واسيبها بقى لحد ما اعمل السلطه وقبل الاكل. كده هبدا اخرط بقى الخضره. هي السلطه البلدي بتاعتنا يا حبايبي بطريقه بكل بساطه. اي حاجه موجوده عندك بتحطيها. لو عندك جرجير بتحطي، عندك قته، عندك فلفل الوان. بس دي السلطه السهله بتاعتنا اللي هي خضره، اللي هي كزبره وفلفل اخضر وخيار وطماطم. كده خلصتها معاكم يا حبايب. قبل الاكل بقى بقلب عليها البصله دي، وجربوها وهتلاقوا فرق في طعمها. دي بقلبها عليها قبل الاكل بحوالي 10 دقايق، عشان انتوا عارفين ان لو قلبناها من بدري الملح هيخلي الخضار كله ينزل ميته وهيدبل معانا. والسمك طلع معانا يا حبايبي مقرمش. ده يا حبايبي غدانا النهارده زي ما انتوا شايفينه قدامكم. ده السمك المقلي، طبعا حاطين عليه ليمون عشان انتوا عارفين السمك بيتعصر عليه ليمون. ودي السلطه بتاعتنا العاديه خالص. احنا بنزوق بالحاجات اللي احنا بناكلها عشان مفيش حاجه تترمي. ودي طبعا الرز، حاجات بسيطه كلها من البيت بتزوقي بيها الطبق بتاعك بيدوله منظر ويخليه جميل زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وغدا سهل وبسيط خالص. والسمك طالع معانا مقرمش من بره وناشف وطري من جوه وجميل ومستوي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي وتجربوه
وتسيبوا له ارائكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة يا حبايبي.